الله. احنا اتكلمنا شباب في اول يوم ليك في الشغل. اول يوم اتعرفت على طبيعة الشغلانة، بدأت تركب التراك. المطلوب منك كمحاسب ايه؟ ان انت ترصد العمليات اللي جاية، تسجلها القيود يومية بعد ما تكون اتأكدت من صحة البيانات. فاتورة معاها مرفقاتها. لو مثلا فاتورة شراء لازم الاقي اذن استلام المخزن، مظبوط؟ طيب فاتورة شراء مظبوطة واذن استلام مخزن مظبوط، ابدا اعمل في القيد بتاعي. قيد اليومية زي ما انتم شايفين، تمام؟ قيد اليومية زي ما انتم شايفين من مذكورين لمذكورين، وارص القيود بتاعتي، ولازم القيد يبقى ايه؟ متزن، المدين قد الداين. قيد اليومية ليه رقم لانه ماشي بتسلسل. قيد اليومية بيكون فيه 3 امضاءات. اعداد اللي هو المحاسب حضرتك وانت بتعد القيد. طب انا خلصت القيد، فلنفترض في حاجة غلط، مين اللي يلقط الغلط؟ المراجع. فبعد ما بخلص شغلي وادبس القيد في المستندات المرفقة بتاعته، بروح اسلمه لمراجع الحسابات عشان يراجع. اذ ربما انا اخطأت في توجيه، حطيت حساب مكان حساب، فالمراجع هو اللي يلقطها. اذ ربما انا ما رفقتش المستندات كلها، حطيت فاتورة مشتريات ونسيت احط اذن استلام المخزن. المراجع يقول لي يا باشا دي مسؤولية، بلاش تشيلها لوحدك. بلاش ايه؟ تشيلها لوحدك. لازم تجيب اذن استلام مخزن مخصوم له 8 ايام. كانوا كام من شوية؟